الحمد لله سوزي خرجت وام خالد رجعت لابو خالد. نشوف مصالحنا بقى. امي هاتي لي الكرنبايه كده وفصصيها وقطعيها واسلقيها واحشيها للعيال وفرحيهم، فرحي العيال وابوهم. قعده السوشيال ميديا دي مش هتنفعك، قعده النت دي مش هتنفعك، قعده التيك توك والفيسبوك واليوتيوب دي مش هتنفعك. امي دفي بيتك، امي دفي بيتك، ده افيد، ده اللي باقيلك. هو صحيح انا ما بعملش كده، بس انا قلت لكم يمكن انتوا تعملوا. بصوا بصراحه انا قايله لكم حله المحشي هتاخد معايا شهر اسبوع، بس لا انا قررت ان انا هعمله واجهزه واسلقه واحشيه وناكله في نفس اليوم، كده احلى. بدل ما تسلقي الكرنب وتحطيه في التلاجة وتقوري البدنجان وتحطيه في التلاجة والكرنب يجلد والبدنجان يجلد والخضره تضرب منك، لا هو احلى حاجه تجهزيه وتاكليه بالهنا والشفا في نفس اليوم ويبقى نازل كده ملهلب وفريش. تعالي بقى معايا انا هوريكي ازاي تعملي اسرع حله محشي. ساعه ونص نقول عشان خاطر السن ساعتين. بصي تشغلي كل العيون، انا هوريكي دلوقتي. يعني انت اول حاجه تبتدي بيها التسبيكه. انا نسيت تسبيكه الطماطم اللي هي التسبيكه. تسبكي له الاول، ده لو انت مش عايزه تعمليه نايف ناي حلو قوي برده، بيبقى تحفه. مره ابقى اعمله معاكم نايف بس عشان هما بيحبوا التسبيكه حبايبي، فهعمله لهم النهارده مسبك، ومره تانيه ابقى اوريكم النايف ده جميل. تبداي بالتسبيكه. انا اللي بيزهقني مش لف المحشي، التحضيرات بتاعت المحشي بقى والتقطيع والسلق والتسبيكه. فانا هبدا بقى بالتسبيكه دي، وتروحي مع نفسها كده ركناها على جنب في اخر عين على البوتاجاز، تاخد وتدي كده مع نفسها. وبعدين نبدا بقى نسلق الكرنب يتسلق يطلع يبرد، وهو بيبرد كده تروحي مقطعه الخضره بتاعتك، غسلاها ومقطعاها ومجهزاها وبس، وترجعي تروحي مقطعه الكرنب. هحاول خليكم معايا، هحاول هشوف. تقطعي الكرنب وتلفي على طول وتقوري البدنجان بتاعك والبتاع. خلصت يا لهوي البصل وقع. بصي والبصله بتاعت التسبيكه على النار والميه بتاعت السلق اهي على النار بتسخن، تكوني انت بقى بتفصصي الكرنبايه بتاعتك وتحطي بصي ميه السلق مش اكتر من كمون ومعلقه سمنه وشويه ملح، ولا 7 بهارات ولا 7 بتاع ولا 7 ولا الافتكاسات اللي انتوا بتعملوها دي خالص. دي بتضيع طعم الاكل، يعني انتوا بتحاولوا تجودوا من عندكم. التجويد ده بيبوظ الدنيا. يعني التجويد ده هي ميه السلق معروفه. انا مش من هواة البهارات يا جماعه على فكره. ميه السلق شويه كمون وشويه ملح ومعلقه سمنه، ده لو عايزه تحطيها يعني. بصي الجمال، انا مش قادره اقول لكم على الريحه. ادي البصله تاخد لون، وادي ميه السلق. اول ما تحطي الطماطم بتاعتك تاخدي التسبيكه دي وتنقليها على اخر عين هناك، تاخد وتدي مع نفسها، لان العينين اللي قريبين مني دول هبقى محتاجاهم للسلق بقى وللتحمير والبتاع والحاجات. هوريكم خطوه بخطوه، هحاول اوريكم، هنشوف مع بعض دلوقتي ماشي. هتعملي اسرع حله محشي. بس خلاص، شكرا. انت بقى هنا يا حبيبتي، مكانك هنا مع نفسك بقى، ودي تيجي هنا. لسه لا حطيت سمنه، حته سمنه صغيره وكمون وملح في ميه السلق. انا مش عارفه اوريكم لان انا بصور، انا اللي بصور بنفسي. سمنه، حته سمنه بلدي وكمون وملح بس. بصي الكرنب التركي انا بجيبه تركي، يعني هو ده احسن اللي موجودين يعني، او الهولندي او الاسباني حتى، مش زي الكرنب بتاعنا. بصي صعب تلاقيه شابك في بعضه كده ولازق في بعضه، وصعب يعني تفصيل الورق بتاعه ده صعب جدا، مش زي الورق بتاعنا احنا او الكرنب بتاعنا، وخصوصا الشتوي ده بقى. الشتوي ده بيبقى تحفه في مصر.
فده بيبقى بالنسبه لنا متعب قوي ان انت تسلكي الورق من بعضه، ده بيبقى صعب صعب صعب. وطبعا مش زي الطعم بتاعنا، مش يعني هو احلى خضار واحلى، او يمكن عشان انا مصريه او اتربيت عليه، النكهه بتاعته بالنسبه لي احلى خضار واحلى اكل في مصر. يعني مهما تجيبي هنا ومهما تعملي مش هيبقى زي الاكل بتاعنا، مش نفس النكهه، مش نفس المرعى، وعمر ما اكلك ابدا هيطلع نفس اكل امك، نفس طعم امك او خالتك او الاكل اللي انت متربيه عليه او تيتك. حتى مهما تعملي برضو اكل امك ده ليه طعم تاني خالص خالص. انت عارفه ان انت مهما تعملي محشي او تعملي اكل، عمر ما المحشي بتاعك بيطلع بنفس طعامه المحشي بتاع امك. محشي امك ده ليه طعم تاني خالص، حتى لو كنت عامله ايه باللذ فيه، امك من ايدها الاكل حاجه تاني. المحشي وغير المحشي، كل اي اكل من ايد ماما بيبقى ليه طعم تاني. ربنا يخلي لنا امهاتنا، ربنا يخلي لكم امهاتكم وحبايبكم، يخلي لي ماما حبيبتي. ومحشي خالتي برضو كان حلو قوي، متربيه عليه بقى. بصي اهم حاجه وانت بتطبخي عشان تعرفي تطلعي الاكل بمزاج، ان المطبخ يبقى حواليكي رايق. يعني بصي عشان تعرفي تطلعي الاكل بنفس، الدوشه الكتيره دي بتعمل لك دروك في دماغك، دوشه. بصي شويه كرنب وقعوا مني على الارض دلوقتي، لازم المهم وانضف الحوض واروق الدنيا حواليا عشان ابقى هاديه وعنايه، ما يبقاش في زحمه لعنايه. بس انا مش هلمهم دلوقتي بعد ما اقطع خضره عشان برضو هينزل حاجات من الخضره، فيبقى بالمره بقى اشيلهم ايه كده بالمره بالمكنسه. ماشي ولا مش ماشي؟ سامعه بت جماعه، ما حدش يرن عليا النهارده، ولا كومنتات ولا رسايل ولا تليفونات ولا اي حاجه. انا مشغوله خالص، انا عندي محشي. مين بيعمل الحركه دي قبل ما يقور البدنجان عيال؟ ها، اسمها نطري البدنجان. انتوا عندكم بقى اسمها ايه؟ بصوا البدنجان بتاعنا هنا قد ايه اللي احنا بنحشيه. ما عندناش البدنجان العرايس الصغنن ده. بصي والكوسه، معرفش الكوسه ده حجمها بالنسبه لكم ايه؟ حجمها ايه الكوسه؟ يعتبر كبيره كده ولا صغيره؟ انا بتهيالي انتوا عندكم حاجات صغننه كده، بس بيبقى طعمها طبعا اكيد جميل. نطر البدنجان. مين شاطره بقى في تقوير البدنجان والكوسه؟ انا عن نفسي خبا جدا في تقوير الكوسه. يعني انا مش عارفه ازاي دول فلتوا مني من غير ما يتكسر. في واحده اتكسرت هناك على فكره، بس مش هسيبها. يعني انا اشطر شويه في تقوير البدنجان. الستات الشاطره اللي بتطلع الكوسه كده زي العروسه من غير قطع ولا كسر. يقولوا لي هم مين يظهروا نفسهم. انا عن نفسي مش شاطره في تقوير الكوسه بصراحه. الله بس الجمال. انا مش قادره اقول لكم الريحه ايه، انا بصراحه ما بحبش احط الريش كده في حله المحشي، لازم تتحمر تاخد وش. خلاص يا ست الكل، سلقتي وقطعتي وجهزتي كرنبتك، جهزتي الخلطه جهزت خلاص. احلى خلطه اهي. فرشتي ارضيه الحله اللي هتحشي فيها، جهزتي الارضيه اهي. قورتي بدنجانك، جهزتي كوستك، خلاص. تقفلي باب المطبخ على نفسك وتولعي اللمبه الحمراء، محدش يدخل. بصوا انا هقلب معاكم حله المحشي اهو، ولا هعمل لكم بقى زي اصحابي وزملائي البروجرات واقول لك بسم الله ما شاء الله مفيش ولا صباع لازق، وهي بيبقى نص الحله لازق في الحله. انا مش هقول لكم كده لازق مش لازق. اذا كان عاجبكم ونسقف
تصدقوا؟ طب صح بقى، طلع مش لازق. يعني ايه، انا قلت هنزلها معاكم ومش هقول لكم بصوا بسم الله ما شاء الله مفيش ولا صباع لازق، وهو نص الحله بيبقى لازق. تصدقوا طلع مش لازق. بصي لو كل يوم هتعملي حله محشي مفيش احلى من حله المحشي اللي من ايد امك. بحبك يا ماما. من ايد ماما ليها طعم تاني خالص 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 خالص.